خش برجلك اليمين يا عروسه. ماشي يا حبيبي. الف الف مبروك. الله يبارك فيك يا رب ويبارك لي فيك. الف مبروك يا عروسه، نورت بيتك. ابوك بيعمل ايه هنا يا علي؟ بعمل ايه؟ ده بيتي. ابويا قاعد هنا معانا. ابوك مين اللي قاعد معاكم؟ ده النهارده ليله الدخله، انت مستوعب ولا مش مستوعب؟ بس انت قلت لي يعني انت هتيجي البيت ومفيش حد، هنبقى انا وانت بس اللي قاعدين في بيتنا. لا يا حبيبتي، ما هو الكلام والاتفاق في الاول حاجه، ولما تيجي البيت حاجه. اصبحت مرات ابني يتحكم ويؤمر وينهي، وانا هنا امر وانهي في كل حاجه. لا انت لما جيت اتقدمت لي قلت لاهلي ان انا هعيش معاك في بيت لوحدينا، وانا مش هقعد في بيت عيله. هو ده اللي عنده، هتعيش غصب عنك. لا بقول لك ايه يا اخويا، انا اختي ما تقعدش في بيت عيله، انت فاهم ولا لا؟ انت انسان كذاب يا علي. خلاصي انا جوزك، واللي اقوله هو اللي هيحصل هنا. نهارك اسود. ما تتكلميش خالص، انت في بيتي. لا يا حبيبي انا اتكلم براحتي، انت اتجننت. لو ما سكتتش هزعلها. بس انت كده غشاش. خلاص بقول لك ايه، بيتك عندك وانا اختي عندي. مش هتطلع بره عتبة البيت. انا مش هدخل. سامعة ولا مش سامعة؟ مش هدخل البيت ده طول ما في حد قاعد معانا. حد مين؟ انا صاحب البيت. انت بتستجرأ وبتميل ايدك على اختي في ليله دخلتها. مراتي واكسرها كمان، انت مالك؟ انت بتعلي صوتها ليه؟ يا بنت اسكتي، بتعلي صوتك. اسمعي، انت كده غشاش يا علي. انا مش غشاش، وهتعيدي الكلمة تاني همد ايدي عليكي تاني. اسمعي اللي بقوله كويس. ده بيتي وده ابويا، هيقعد هنا وهتخدميه زيك زي اي واحده بتخش بيت تخدم فيه اهل جوزها. ايوه يعني سمعتي ولا لا؟ طيب بقى يا علي، انا هروح وهسيبها لك، بس هجيب لك اخويا يعلمك الادب. يلا خاف يا علي، خاف يابا والنبي. خفت يابا؟ ابويا خاف خلاص. يلا بقى شوف انت رايحه فين. شوف انا رايحه فين. ما تمشاش. خلاص يلا، ما تخافش قوي كده، ما تخافش قوي كده. ده انت ربنا وقعك في علامه انا خوليا. يلا اتكلي على الله. ليه بتعمل معايا كده؟ انت مش عملت الواجب وزغرطتي؟ انا جايه لك تاني. يلا وريني اللي هيفتح لك. تعالي هنا. البنت دي ما تجيش هنا، خربت البيوت. اسمعي، اختك هتخرب عليك. اسمعي بقى، سيبني ليه يابا يا بقى. خش انت يابا. يا علي انت ما كانش تتفق معايا كده. الف مبروك. ده احنا واخدين بعض. مباركه. الله يبارك احنا فيك واخدين يابا. بعض عن حب. اسمعي يا حبيبتي، يعني الحب ما فيهوش كذب اصلا. بصي يا حبيبتي، انا ما كدبتش. انا اهلك قعدوا يتنكوا عليا في الاول، وبنتي ما تتاخدش الا البيت لوحديها. قلت لهم ماشي وقلت امين. خلاص دلوقتي انت بقيتي مراتي، اختاري بقى حاجه من الاتنين تمشي على عندكم. ليله دخلتك كده في فستانك الابيض، الناس هتقول عليك ايه؟ ولا تعيشي زي الناس ما هي عايشه؟ يعني انا الناس هتقول عليا ايه عشان ماشيه في فستان الابيض في اول يوم جوازي، ومش هيقول عليك حاجه ان انت كذاب وضحكت عليا؟ مين اللي هيقول عليا انه كذاب؟ ده حاجه بيني وبينك. خشي يا حبيبتي، خشي ربنا يهديكي. خشي كده، ظبطي نفسك كده على الفستان كده. يلا يلا. الحقني يا عبدو، الحقني يا اخويا. شوف الوكسه اللي انا فيها. ايه الوكسه اللي انت فيها؟ الواد الناقص اللي عريس اختك النهارده. ايوه انت مش لسه قلتي شبطت ان انت تروحي، وانا قلت لك يلا وانت قلت لا هروح. ايوه ما انا قلت كده، قلت بقى خلاص انا هروح اوصل اختي علشان انا بنت، وانت يا حبيبي روح وخلاص. ايوه ايه اللي اجي حصل؟ ابص الاقي الراجل الناقص مين الراجل الناقص فيها؟ ما تتكلمي علي عادي. جوز اختك. مش هو متفق معانا ان هو ياخد اختنا يقعدها في بيت لوحدها؟ مظبوط. لا يا حبيبي، رحت لقيت ما شاء الله العيله موجوده. ايه العيله موجوده؟ طب ما يمكن هيباركوا لهم وهينزلوا. لا يا بابا، يقول لك بيقول لا انا ابويا يعيش وتقومي تخدميه زي اي واحده خدامه بتيجي تخدم اهل جوزها. يعني ابويا يعيش؟ مش فاهم. ما اعرفش. قلت له خلاص ماشي، وقعد بقى يزعق بقى ويعمل مشاكل ويعمل ويضرب، وضرب اختك بالقلم قدامي. ضرب اختك بالقلم قدامي، ويقول لي امشي من هنا ما عادش تخش البيت ده تاني. شايف الولد الناقص اللي لسه النهارده طب وايه اللي يخليه يطردك؟ انت اتكلمتي ولا قلتي حاجه؟ انا كمان ما عملتش حاجه. انا بصراحه زعقت، خدت حق اختي، ما انت عارف ان انا عصبيه وبتوتر. يعني ايه خدت حق اختي؟ يعني قلت المفروض شفت حاجه زي كده تكلميني وانا اللي اتصرف. يا حبيبي انا ما اتكلمتش في اي حاجه. انا كل اللي قلت له انت ازاي تتفق معايا اتفاق وفي الاخر تخلفه؟ يعني ده ينفع؟ يعني دلوقتي العيله قاعده معاه، حلو قوي الكلام ده. وقلت له انا هروح اجيب لك اخويا اعلمك الادب يعمل لي ازاي. لا يوم خفت، يوم خفت. وبكره تعمل لي زي الشلل الرعاش. انا لو رحت عملت مشكله دلوقتي احنا اللي هنتضر مش هو. ازاي بقى اللي بنتنا هتبقى معيوبه وطلعت يوم فرحها يا حبيبتي، والكلام هيتقال قد كده. مش مشكله كلام الناس اللي بيقدم ولا بيأخر، احنا عايزين اختنا. مش انت اللي تقولي ولا تتكلمي؟ انا اللي اقول وانا اللي اقرر وانا اللي اعمل، انا الراجل. فاهمه ولا مش فاهمه؟ خلاص يا عبد، شوف اللي انت عايز تعمله ايه وانا معاك فيه. استغفر الله العظيم يا رب. خير، لعله خير. هتروح ولا مش هتروح؟ تعالى بس نقعد نفكر كده مع بعض ونشوف هنعمل ايه. لا بقول لك انا على اختي مش هسيبها. خلاص بطلي وش. ادخلي يلا. ايه ده يا حمايه؟ في ايه؟
وبعدين ازاي تخش علي الاوضه كده من غير ما تخبط؟ ما فيهاش حاجه، انا داخل عشان تعمل لي كوبايه شاي. كوبايه شاي يا حمايه وانت لسه شايفني بقى على الفستان بتاعي؟ وتقلي علاه، مش جوزك قالك اللي ابويا يعوزه اعملي له كوبايه شاي؟ اروح اعمل لك كوبايه شاي وانا بفستان فرحي؟ تروحي تعملي لي كوبايه شاي بفستان ايوه تعملي فستان بفستان فرحك، اعملي الشاي. يا حمايه اللي انت بتقوله ده ما ينفعش، وعلي لو عرف هيزعل. علي يزعل مش قدامك قالك انت هنا خدامه لابويا وتعملي له كل اللي هو عايزه؟ انا خدامه لابوه واعمل له كل اللي هو عايزه؟ طب انا هسالك سؤال واحد، انت راضي ذمتك اللي انت بتعمله معايا ده صح؟ يعني انت لو عندك بنت يعني هترضى ان يحصل فيها كده؟ ايوه انت مرتبني، انت لسه هتتصارى معايا وكلمه بكلمه. اطلع بنت على بره اعمل لي كوبايه شاي. يعني انت شايف النهارده دخلتي اعمل كوبايه شاي ازاي وكمان بفستان فرحي وداخل عليا اوضه النوم من غير لا احم ولا دستور من غير ما حتى تخبط؟ افرض انا قلع بني ادم، في ايه؟ مفيش حتى في البيت ده خالص يعني اي خصوصيه؟ يا بنت انا زي ابوكي ما فيهاش حاجه واه يعني. يلا مش هتتصار، اطلع اعمل لي كوبايه الشاي. انا ابويا عمره ما يجي على واحده. قطع لسانك لما تقول ان انت زي ابويا، عشان ابويا عمره ما يرضى بالظلم. ربنا ان شاء الله هيقعده لك في بنتك. انت لسانك طول الزهر قطعه لك، اما تعملي بس كوبايه الشاي. اطلع قدامي يلا انت تصوريني؟ اطلع مراقبتك، امشي جاك حشره. يلا اطلع قدامي اخلصي. ايوه كده صنف ملوش الا يشوف العين الحمراء. قالوا جايه تتقصع اختها وتقول لك تقعد في بيت لوحده وانت له يا شويه جرابيه. ده انت قاعده في سرايا بتاعتي عشان هنا خدامه فيها. كويس ان احنا نتحمل الخدامه. ايوه اتفضلوا. ايه ده؟ قوم يا بت. بتمسح. دلقت حاجه من غير قصدي وبعملها. قوم يا بت. ايه ده؟ بتمسح البلاط. يا عالم يا ناقص، يا اللي ما عندكمش دم ولا كرامة ولا تعرفوا حاجة عن الأصول. بقى أختي لسه عروسة وفي ليلة فرحها تقعد وتمسح الأرض. هي الطول. انت عارف متر البلاط ده بكام؟ ده انا خايفه يا بتمسح ولا توسخوا. ده أنا أختي أنضف منك ومن أمثالك ومن وشك ومن طبعك الزبالة يا راجل يا قليل الأدب. بقى أنا دخل وعامله احترام لسن، وكنت عامله احترام للناس وفي الشارع يقولوا خد أخته ليلة فرحها معيوبة. بس لا، طز فيك وطز في ابنك وطز في الناس وطز في أي حد يجي أو يزعل أختي. فاهم ولا مش فاهم؟ انت اللي مش فاهم. طز مين؟ احنا هنا جايبه نشغلها هنا خدامه عشان تعمل بلقمتها. وانا اختي مش خدامه. انا لحد دلوقتي مش عايز امد ايدي عليك علشان انت راجل كبير. ما تقدرش وما تتنكش علينا. لا انا اقدر. مش عاجبك؟ خد اختك في 60 دقيقه وغور انت وهي ونجيب بدالها 50 واحد. انا بقى هاخد اختي وامشي، بس خليك عارف عليا النعمه لا تيجوا تبوس الرجلين والايادي علشان بس اسامحك، وساعتها مش هيحصل. لان انا اختي عندي بالدنيا وكرامتها فوق اي حد، وبالذات امثالك يا راجل يا قليل الادب يا اللي ما تربتش. فرحت الصنير اختك، انت فاكراه سبع البرمبه. مالكش دعوه. خدها وياك ما تعيطش من اكلها. بص انا غبيط وعجباش. يلا شات اوباش. ده انتوا تعملوا ربنا ان احنا نضفناكم. استنى اقلع الفستان ده، امشي ملط عشان احنا اللي جايبينه لك. بقول لك هكسرك في بيتك. خلاص يا عبد مش انتوا فاكرين قوي؟ يلا يا بنت. يلا يا عريانه. يلا احمد ربك. ارم نفسك وقف في بقك ده بدل ما بص. يلا يا عبد. يلا امشي. انت زي الطور اهو. جوزتها ليه؟ ما تقعدها في البيت وتوكلها يا طور. اخص عليك وسخ واطي. والله لو ابني هنا لكان ربطك مع البهايم يا كلب.